قطايف من اولها لاخرها. هتحتاجها في رمضان، محشيه كريمه وعليها فستق حلبي. يلا بينا. نعمل الكريمه في حله على النار، نحط كوبايتين لبن ونص كوبايه سميد ومعلقتين سكر ومعلقتين نشا، وندوب النشا مع الكريمه. بعد كده نحط معلقه صغيره من ميه الورد ونقلب لحد ما تتقل معانا تكون بالشكل ده. في الاخر نحط علبه قشطه ونسيبها على جنب تبرد خالص. نعمل قطايف في الخلاط، نحط كوبايتين ميه وثلاث معالق سكر ونص كوبايه سميد ومعلقتين نشا وكوبايه دقيق ومعلقه ميه ورد، ونضرب ضربه حلوه لحد ما القوام بتاعها يكون بالشكل ده، ونسيبها 10 دقائق تستريح. بعد كده نجيبها ونحطها في ازازه عشان نبدا نشتغل من غير ما نتبهدل. نبدا في اول واحده طلعت معانا تمام، نحطها في فوطه ونغطيها عشان القطايف بتاعتنا ما تنشفش. نجيب الكريمه نحطها في كيس ثلاجه، في كيس حلواني، ونبدا نشكل القطايف على شكل ودن قطه، ونبدا نحشيها بالكريمه ونرش على الوش فستق، مكسرات، براحتك. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان، هتحتاجها في رمضان. سلام.